الجيش الجزائري يقصف محتجزين مخيمات تندوف ويفرض قيودا مشددة على الدخول والخروج من المخيمات. إذا متابعينا الكرام، جريدة البايس الإسبانية ذائعة الصيت حذرت من الانتهاكات المتكررة للنظام الجزائري ضد محتجزي تندوف، ودعت البايس الأمم المتحدة والمجتمع المدني إلى التحرك السريع من أجل حماية محتجزي مخيمات الذل والعار من غطرسة النظام والجيش الجزائري الذي ينكل بالمحتجزين الأبرياء بشكل دائم ومنظم. إذا متابعينا الكرام، نفذت طائرات درون جزائرية قصفا همجيا على محيط مخيمات تندوف، ذهب ضحيتها عدد كبير من قاطني المخيمات، ما أجبر السكان المحتجزين على الاحتجاز، مما خلق احتقانا كبيرا وسط المخيم، وهو الشيء الذي أجبر النظام الجزائري على إنكار هذه الجريمة الشنعاء بقصف المحتجزين العزل، وإقراره أن طائرات الدرون قصفت فقط منقبي الذهب المجهولين عند محاولتهم التنقيب في محيط مخيم تندوف. هذا وقد أكدت مصادر موثوقة أن هذه الانتهاكات المتكررة ليست الأولى من نوعها، وأن عمليات قصف المدنيين العزل بالمخيم ترتقي لجرائم حرب، وأنها ليست المرة الأولى التي يقصف فيها النظام الجزائري محتجزي مخيمات تندوف العزل. وأكدت جريدة البايس الإسبانية أن هذه التدخلات العسكرية الجزائرية تعد انتهاكا خطيرا في حق المدنيين في مخيمات تندوف، وتجدر الإشارة مشاهدينا الكرام أنه منذ إعلان مسؤولين كبار في إدارة ترامب عن قرب إعلان جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، كثف النظام الجزائري من العمليات الممنهجة للقصف والتنكيل بمحتجزي جبهة البوليساريو الإرهابية، وكأن النظام الجزائري يقول لقاطني المخيمات: اخرجوا واهربوا قبل أن تقصفكم طائرات الدرون. نعم متابعينا الكرام، يبدو أن نظام شنقريحة وتبون يحاولون التخلص من مخيمات تندوف ومن البوليساريو بطريقة غير مباشرة، لأنه النظام الجزائري يشعر بأن لحظة حسم الملف لصالح المملكة المغربية قد أصبح وشيكا، خصوصا وأن قرار ترامب تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أصبح كما قلت قريبا ووشيكا، وأن تبعاته على الجزائر ستكون وخيمة، بحكم أن النظام الجزائري هو الذي يستضيف ويمول جبهة البوليساريو بالأسلحة والأموال، ما سيجعله في خانة الدول التي تدعم الإرهاب، وهو الشيء الذي سيعرضها لعقوبات كبيرة من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن المجتمع الدولي. وبحسب مصادر جريدة البايس الإسبانية، فإن آخر تلك الهجمات التي شنها الطيران الجزائري على مخيمات تندوف وقعت يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، وقد أسفر هجوم الطيران الجزائري عن مقتل وإصابة العديد من المحتجزين الأبرياء بمخيمات تندوف، كما أسفر الهجوم السافر عن خسائر مادية كبيرة في ممتلكات الساكنة حسب مصادر البايس الاستقصائية. استمرار مجندي جبهة البوليساريو الانفصالية في انتهاك حقوق السكان المحتجزين هو أيضا أجج الصراع في المنطقة وأدى إلى احتقان كبير، أرغم الجيش الجزائري على محاولته قمع وإرغام المحتجزين على عدم الخروج من خيامهم وامتثالهم للأوامر العسكرية. ولحدود اليوم مشاهدينا الكرام، تؤكد مصادرنا أن تقارير دولية تؤكد استمرار الطائرات الجزائرية المسيرة في قصف المدنيين لحدود اليوم على نطاق واسع ويشمل كل محيط مخيمات تندوف، وتختلف التقارير العسكرية من المخيمات في بعض التفاصيل الصغيرة، لكن في كل هذه التقارير رغم ذلك تتفق على همجية النظام العسكري الجزائري الذي يتفنن في انتهاك حقوق المحتجزين الإنسانية. وأمام كل هذا فإن منظمة دولية تندد بهذه الانتهاكات الممنهجة
ضد ساكنة المخيمات. ومن بين هذه المنظمات الدولية مشاهدينا الكرام نجد منظمة منتدى جزر الكناري الصحراوي التي شجبت بشدة قصف الطائرات المسيرة الجزائرية للمدنيين العزل، الذين أكدت هذه المنظمات الحقوقية الإسبانية وفاة وإصابة العديد من الضحايا نتيجة قصف هذه الطائرات العسكرية الهمجية للمدنيين العزل في تندوف. كان مشاهدينا الكرام هذا خبرنا لهذه الليلة. لا تنسوا دعمنا عبر الاشتراك وتفعيل الجرس والبارتاج مع الأصدقاء. دمتم في رعاية الله، حفظكم الله.